تشجيع جلالته للنخبة الوطنية أعطى للجميع دعما قويا لمواصلة الطريق وبذل المزيد من المجهود لتشريف المغرب في التظاهرات الرياضية القادمة. هو الموسيقار قائد المعزوفة. بعد المشاركة المتميزة للمنتخب الوطني في كأس إفريقيا تونس 2004 اللي دخلت الفرحة والبهجة على قلوب المغاربة، لما لا؟ فالجمهور المغربي عانى بزاف من توالي الخيبات، فبالرغم من عدم الفوز باللقب إلا أننا ربحنا جيل ذهبي من اللاعبين الموهوبين اللي بينوا على العلو الكعب ديالهم في هذه المسابقة. جواد الزايري كان واحد منهم اللي بين على مهارات تقنية كبيرة، وكاين اللي شبهوا بالنجم البرازيلي انذاك رونالدينيو نظرا لطريقة اللعب المتشابهة اللي كتعتمد بالأساس على المهارات التقنية في المراوغات والدقة الكبيرة في التمريرات. فهذا الفيديو غنحاولوا نقربوا ونذكروا الجمهور المغربي بالإبداعات ديالو داخل المستطيل الأخضر، هادشي وبالإضافة إلى تفاصيل أخرى. فما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. زاد الزايري 17 أبريل سنة 1982 بمدينة تازة من أبوين مغربيين اللي هاجروا لأوروبا وبالضبط فرنسا سنة 1985 لبحث عن حياة أفضل، فغيستقروا في مدينة ماطو. فبدا جواد لعب كرة القدم في سن مبكر مع أقرانه في الحي اللي كيسكن فيه، لكن سرعان ما غيخطف أنظار كشاف في أكاديمية نادي غوينو اللي غينتقل ليها وغيدرب في جميع فئاتها السنية حتى وصل الفريق الأول ووقع أول عقد احترافي مع الفريق سنة 2000. موازاة مع ذلك غيتم المنادات عليه من طرف سعيد الخضر مدرب المنتخب الوطني آنذاك في تصفيات كأس إفريقيا ضد المنتخب الغابون اللي انهزم فيها المنتخب الوطني ب2-0. ففي نفس السنة غيتم المنادات عليه للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد سيدني اللي بصم فيها المنتخب الوطني على مستوى مخيب للآمال بالإقصاء من الدور الأول والخروج ب0 نقطة. لكن بعد تألق الزايري بشكل لافت مع نادي غوينو يفاز معه بلقب الكاس الاتحاد الفرنسي، ولمحت الأنظار مجموعة من الفرق الممارسة في القسم الأول الفرنسي. في الأخير غيفوت نادي سوشو بالصفقة، فكانت البداية ديالو متعثرة إذ بقى في دكة الاحتياط طيلة الموسم. بعد تولي الزكي باتو تدريب المنتخب الأول، فبالرغم من تذبذب مستوى جواد إلا أنه تاق موهبته وأعطاه فرصة أخرى باستدعائه لمقابلة ودية بفرنسا ضد المنتخب السنغالي اللي قام فيها بمباراة كبيرة على أعلى مستوى تقنيا وتكتيكيا، هادشي اللي خلى انطباع جيد لدى الناخب الوطني. فبعد تأهل بشق الأنفس إلى نهائيات كأس إفريقيا تونس 2004 بدو الزكي غادي يعتمد لأول مرة على لاعبين شباب أولاد الجالية المقيمة بالخارج بنسبة تفوق 60% بقيادة الكابيتانو نور الدين نيبت، فحققوا المفاجأة بوصول إلى مباراة نهائية. سيفري ما حققناش اللقب، لكن قدروا يكسبوا حب وتقدير جماهير المغربية بحيث قدموا مباريات كبيرة، لا سيما المباراة الربع ضد المنتخب الجزائري اللي عرفت أحداث دراماتيكية بتسجيل المنتخب المغربي هدف التعادل في آخر الدقائق وتسجيل الزايري لأغلى هدف مساره الرياضي. فبعد البطولة الإفريقية وضعية جواد غادي تقلب رأسا على عقب، إذ ولا من أهم اللاعبين في الفريق والأضواء كاملة مسلطة عليه، فحقق مع النادي تأهل مرتين إلى كأس الاتحاد الأوروبي وقدم مباراة كبيرة ضد العملاق الإيطالي الإنتر ميلان، واستمر مع نادي سوشو حتى 2006 لعب فيها 86 مباراة سجل فيها 5 أهداف. وفي خطوة مفاجئة غيتم إعارته إلى نادي اتحاد جدة السعودي بعدم اقتناع المدرب النادي جون فرنانديز بالاداء ديالو في الاونه الاخيره. وكيف ما كنعرفوا جميعا ان الدوريات الخليجيه كتفتقد للتنافسيه والريتم العالي، زد على ذلك الاصابه اللي تعرض ليها، هادشي اللي خلاه يتراجع المستوى ديالو بشكل كبير. رجع الفريق سوشو بعد انتهاء فتره اعارته، لكن اداره الفريق قررت تخلى على الخدمات ديالو بصفه نهائيه بسبب الاصابات المتكرره
متكررة وتراجع مستواه. سنة 2007 غينتقل إلى نادي بوافيشتا البرتغالي في تجربة مخيبة للآمال بسبب لعنة الإصابات المتكررة، فتم إعارته مرة أخرى إلى نادي نونت الفرنسي ليلعب معاهم مباريات قلال بزاف، فكان حبيس الدكة. من بعد غادي ينتقل إلى الدوري اليوناني وبالضبط نادي أولمبياكوس. فهذه المرحلة بالضبط تألق فيها بشكل رائع، فخلال الموسمين توج بلقب البطولة وكأس اليونان. بعد انتهاء العقد ديالو مع الفريق اليوناني غيخوض مجموعة من التجارب مع عدة فرق من اليونان وقبرص ثم نادي صلالة العماني. سنة 2013 غيعلن جواد الزايري اعتزاله لكرة القدم. خلاصة اللي يمكننا نخرجوا منها في هذا الفيديو هو أن لولا الإصابات لشفنا الزايري في أحسن الفرق العالمية، لكن الحظ والقدر عندهم دور كبير في مصير لاعب كرة القدم.